حافرة صداها يدوي الريان، يسافر إلى عمان. فرحة كبيرة وكبيرة بزاف الحسين عموتة من بعد ما أهل المنتخب الأردني لنهائي كأس آسيا، نهائي الحلم اللي ما كانوش نهائيا كيتوقعوه الجمهور الأردني. من بعد سنين ديال المشاركة في هذا الكاس جا الفرج، وعلى يد من؟ على يد حسين عموتة اللي كيوصل بهم للفينال بطريقته وشخصيته وتغوبيشته وتعامله مع اللعابة. قدر يصنع منهم ميسيات في التيران وعطاهم ثقة في نفوسهم اللي واجهوا بها أحسن المنتخبات، من بينهم طبعا المنتخب كوريا الجنوبية بقيادة سونغ. هاد الفرحة اللي دخلها على الجمهور واللاعبين العرب بصفة عامة خلاتنا ننساو النكسة وإقصاء المنتخبات العربية في كأس إفريقيا. والدبانة ما كتزاق عنده في خدمته لا في الملعب لا مع الصحافة، ورغم شخصيته القوية مع اللاعبين وعصبيته مرة إلا أن التأهل ديالو للنهائي خلاه يتأثر ويبكي في الملعب. وكتب طبعا التاريخ مع هاد البلاد. حسين عموتة من تدريب الوداد تدريب المنتخب النشامة، عنده طريقته في التدريب خاصة به وصرامته باينه ليه على وجهه. هذه مدة 6 شهور تولى تدريب المنتخب الأردني حتى حد ما بغاه، خصوصا المدة قصيرة اللي غادي يدرب فيها وما كافياش طبعا باش يتعرف على الفرقة. ومن الزهر ديالو قبل ما تبدا البطولة أسبوع خسر مع المنتخب الياباني ب6-1. وهنا ناضوا ليه المنتقدين الأردنيين، كيفاش غيدرب منتخبنا وهو خاسر ب6-1؟ حتى وقعت المفاجأة المدوية بتأهله للنهائي عن جدارة واستحقاق من بعد ما دربهم 28 مدرب أجنبي وولد البلاد. تيجي مدرب بكل صراحة عادي بالمقارنة مع الأجانب اللي كيدربوا في هذه البطولة، من بينهم المدرب الألماني كليزمان، مدرب كوريا الجنوبية اللي هنئوا بالفوز ديالو والتكتيك ديالو اللي لعب به في 90 دقيقة. Ça va bien. Bon courage, tu fais un travail difficile, mais extraordinaire. C'est très gentil, bon courage. الفرحة هنا ما وصلت غير للشعب الأردني، بل بالعكس وصلت حتى لولي العهد الأردني اللي نزل لأرضية الملعب باش يهنئ اللاعبين والمدرب لهذا الإنجاز التاريخي اللي ما كان حتى حد يحلم به. مبروك للمنتخب الأردني ومبروك للمدرب ديالنا حسين عموتة اللي شرفنا كمغاربة في بطولة آسيا. قبل ما نختموا هذا المحتوى، واش كتظنوا أن المنتخب الأردني قادر يحصل على اللقب؟ خليوا لنا تعاليقكم على هذا الإنجاز. كنتم معي في قناتكم حكاية وعبرة. السلام عليكم.